مرحبا بكم على قناة الجديد بريس مشاهدينا. واليوم ونحن نتواجد مخيم الورزاغ إقليم تونات في إطار فعاليات تكوين الدرجة الأولى لمدربي مخيمات الصيفية، والتي أشرف عليها مجموعة من الأطر التي أعطت الكثير من المفاهيم والنصائح للأطر التربوية المستقبلية على أن تكون فاعلة داخل المخيمات الصيفية المقبلة. وكيتواجد معنا الآن السي سعيد أجبلي رئيس هذه الدورة، واللي غادي يمكن من خلاله نتوصلوا المعطيات حول هذا المخيم. أولا كموقع استراتيجي، ثانيا متى كان هذا المخيم، والدورة هذه يعني كيف الرؤية ديالو لهذه الدورة هذه. شكرا لكم كل فاعلي ومكونات هذا المنبر الإعلامي اللي هو منبر في الحقيقة يستحق كل الشكر والامتنان، نظرا أنه واكب كل فعاليات التدريب منذ الانطلاقه ديالو الى الان. يعني احنا سعداء بالتواجد ديالهم بيناتنا، اطر هذا المنبر اللي كنحييه وكنقول لهم باللي انتم يعني كنتوا في المستوى المطلوب. وبالنسبه للتدريب فهاد فعاليات تداريب اللي هي 3 تداريب 159 و160 و161، فهي تندرج في اطار الدوره الربيعيه العامه للدرجه الاولى اللي كتندرج في البرنامج الوطني للتخييم، واللي من خلالها كنهيئوا يعني مجموعه من الاطر التربويه اللي غتكون مشرفه على المخيمات وعلى الاطفال داخل المخيمات الصيفيه ان شاء الله الصيف المقبل. بالنسبه لهذا الفضاء الجميل هذا واللي كيحتضن هاد 3 تداريب هذه، فمنذ اليوم الاول وطيله هذه الفتره الممتده ما بين 1 حتى 6، فالمتدربين فتلقاو مجموعه من البرامج، مجموعه من الورشات النظريه والتطبيقيه اللي ان شاء الله غتساعدهم، لان هي شرفت عليها مجموعه من الاطر اللي من خيره الاطر الوطنيه، واللي عطاو لهاد المتدربين لو ماكسيموم، يعني اقصى ما ممكن يعني يعطيوهم في هذه الفتره. اللي انا كناشد الوزاره من هذا المنبر هذا على اساس انها ماشي تقلص المده ديال التدريب، يعني تحاول تمددها على 10 ايام ولا 12 يوم، في حين انها هي كانت 7 ايام، يعني 7 ايام. هذه السنه تقلصات رجعت فقط 6 ايام، وهي ما كافياش باش نعطيو كل ما في الجعبه ديالنا لهاد المتدربين. وشكرا. بالنسبه سي اجبلي، شحال العدد ديال الاطر اللي سهروا على هذه العمليه هذه؟ فبالنسبه للاطر كاينه اطر اللي اقترحتها المديريه الاقليميه 5 الاطر، وكاينه اطر اللي جات مع الجمعيات، ولينا الجمعيه حتى هي هذه السنه التغيير اللي كاين هي ان الجمعيات في اطار الجامعه الوطنيه للتخييم فكانت شريك الى جانب قسم المخيمات الى جانب وزاره الثقافه الشباب والثقافه والتواصل في هذه البرامج التدريبيه. اذا كانت مجموعه من الاطر ديال الجامعه واللي عدد ديالها 15 بمعدل 5 اطر في كل تدريب، يعني التدريب 3 اللي حتى هي ساهمت وبكفاءه عاليه وجوده مضامين عاليه في التاطير الى جانبنا. عدد المستفيدين بالنسبه لهذه المرحله هذه اللي هي غير مده ديال 6 ايام كما قلتي وتقلصت، ونتمنوا انها تمدد فعلا، لان البرامج اللي كانت مازال فيها واحد الحموله. وبغينا مثلا بالنسبه للعدد ديال هاد المستفيدين هنا شحال، وشنو هما يعني الجهات اللي تكبت على هذه المنطقه هذه من اجل التدريب؟ نعم، بالنسبه لعدد المستفيدين فهم في المجموع 150 مقسمه بمعدل يعني بنسبه 50 مستفيد في كل تدريب. بالنسبه للمتدربين وايضا الاطر اللي متواجده معنا هنا، فالحمد لله جات من مختلف مناطق المملكه. فيكفي نقول ان الناس ديال بودنيب متواجدين هنا، الناس ديال اكادير متواجدين هنا، الناس ديال الشرق منطقه الشرق يعني متواجدين هنا. يعني هاد التدريب هذه كتغطي جميع مناطق المملكه. سي اجبلي،
بالنسبه يعني التصور ديالكم هذا المخيم هذا، واش كتشوفوا انه مستقبلا بنظر الاقبال اللي وقع عليه بالنسبه للجمعيات انها كتطلب تجي ليه، واش كتشوفوا انه كاين شي توسع بالنسبه يعني المخيم يكون يحمل حموله اكثر من 150 اللي هو كيحملها الان؟ فهو بالنسبه للحموله المخيم مع الاسف شويه في الوضع ديالو الحالي، فهي حموله شويه يعني ما كترقاش للطموحات ديالنا كاطور ديال المديريه الاقليميه تاونانت. كاين يعني مشاريع مستقبليه على اساس انه يتوسع، يشمل 3 الفضاءات ولا 4، وتكون فيه 3 البنايات ولا 4 الى جانب يعني لي شالي. يعني كنطمحوا حنا غير في هذا الصيف هذا على اساس حتى في البنايه يكونوا لي سوبربوزي بالنسبه للمستفيدين، باش على الاقل الحموله ديالها توصل لواحد 300 ان شاء الله. وحتى بالنسبه للتدريب اخرى يعني المخيمات الاخرى اللي متواجده في الاقليم، فكاين مخيم بني وليد اللي هو قيد الانشاء واللي هو معلمه وشي حاجه يعني راقيه وكتشرف ميدان التخييم في المغرب. وكاين ايضا مخيم الودكه اللي فيه 2 فضاءات وعنده مساحه اللي ممكن تشمل 5 الفضاءات ولا 6، يعني بمعدل واحد 800 ولا 900 مستفيد. وكاين ايضا طور الانشاء مخيم الكيسان اللي حتى هو قريب لينا هنا، قريب لهذه الناحيه ديال الورزاق، حتى هو اللي فيه شي 14 هكتار ولا 15، يعني حتى هو ممكن الحموله ديالو توصل حتى ل 1000 ولا 900 مستفيد. وان شاء الله يعني الشبكه ديال التخييم في الاقليم مازال كنشتغلوا عليها على اساس توسع الحموله ديال المستفيدين من اقليم تاوننت. شكرا السي سعيد أجبلي على هذه المعطيات والصراحة اللي أعطيتها بالنسبة للمشاهد الكريم باش يتعرف على هذه المنطقة، وهي دعوة الكل ومناشدة الكل المغاربة وكل الجمعيات أنهم يجوا يشوفوا هذه الفضاءات هذه ويخيموا هنا، لأن صراحة المنطقة جميلة بتواجد واحد السد اللي هو سد الوحدة، بتواجد المناظر الطبيعية والجبال المحيطة بها. شكرا مرة أخرى سي سعيد. أنا بدوري كنشكركم مرة أخرى باسم كل المتدربين، كل الأطر المتواجدة في التدريب، وأيضا باسم المديرية الإقليمية، باسم المديرة الإقليمية بإقليم تاونانت. حنا جيد سعداء يعني بتواجد هاد المنابر الهادفة بحالكم اللي كتشرف قطاع الاعلام. واش غنقول لكم، شكرا بزاف بزاف، وتستحقون كل الاحترام والتقدير لانكم فعلا كنتم في المستوى المطلوب. تحياتي لكم، شكرا. هذا واجب السي سعيد وتبارك الله عليك. شكرا.